المغرب قبل كأس أفريقيا يتفوق على سيراليون ب3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية. للمزيد من التفاصيل نلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم عشاق كرة القدم، لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو، تعليق، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بارك الله فيكم. شاركوا الفيديو، ادعمونا نتعب لأجلكم. أنهى منتخب المغرب استعداداته. لقد انتهى منتخب المغرب من استعداداته لخوض منافسة بطولة كأس أفريقيا 2023 التي تستضيفها الكوت ديفوار خلال الفترة ما بين 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، بالفوز على نظيره منتخب سيراليون وديا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس. وأحرز أهداف المنتخب المغربي خلال المباراة كل من يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني هدفين في الدقيقة 30 و 55، وسفيان بوفال لاعب الريال القطري في الدقيقة 35. ويخوض منتخب المغرب البطولة ضمن منافسات المجموعات السادسة برفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا. ويستهل منتخب المغرب مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس أفريقيا بمواجهة نظيره منتخب تنزانيا يوم 17 الجاري على الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب. وبعدها يواجه أسود الأطلس منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 21، يعني بعد 5 أيام من المواجهة الأولى، على الساعة 4 عصرا، على أن يختم منافسات المرحلة الأولى من البطولة القارية بمواجهة منتخب زامبيا يوم 24 بعد 3 أيام من المقابلات الثانية على الساعة 10 مساء بتوقيت المغرب. ما رأيكم؟ هل المنتخب المغربي مهيأ ومؤهل للفوز بكأس أفريقيا، خصوصا أن المنتخب المغربي في هذه البطولة ليس لديه الكثير، ولكن المنتخب المغربي أحدث أمرا غريبا جدا في كأس العالم. لا نعلم ماذا قد يحدث في هذه البطولة، ولكن شخصيا أرجح المنتخب المغربي للفوز من أهل هذه البطولة إن شاء الله، لأنه منتخب قوي ويتميز بأعضاء ولاعبين عالميين يتحملون الطريق. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك، تفعيل الجرس. بارك الله فيكم. شاركوا هذا الفيديو، دعمونا لنشر المزيد ان شاء الله. نلتقي في فيديو قادم، اللهم يسر ولا تعسر.